اللي بيتكلموا عليها والكلام الفاضي كله كلام دجل وكلام وهميات. يعني على الست وبركات الست. انا مش بسمع لها ست خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي الناس بتعمل ده حرام قاطعا. ربنا سبحانه وتعالى ما أمرش كده. كل اللي بيعملوه ده كله بدع ومالوش أي شيء من الصحة أصلا. واد تمتد نحوري كاد من خلال الموج مدة لظري. الزاوية الزاوية. ترحل الذكريات مبتعدة عن دائرة الضوء، ترقد في زاوية مظلمة وسحيقة لرحيل من شاهدها وسمع عنها، وقدوم من لا يعرف ومن لا يريد أن يعرف. هذا الزاوية. سار الطريق إلى حكايتنا سهلا وممهدا عما كان عليه من عشرات السنين. ففي قديم الأيام كان الناس يستخدمون القوارب الشرعية للوصول إلى الشرق. هكذا كانوا يطلقون على رحلتهم لزيارة موتاهم في زاوية سلطان على الضفة الشرقية لنيل مدينة المنيا. رحلة وجدت فيها أجيال الكثير من المتعة وكثيرا من الاعتبار والعظة. هنا لا تبدو المقابر مثلها مثل غيرها المنتشر في ربوع مصر. القباب سمة من سماتها، تنتظم في صفوف يفصل بينها هذه الشوارع الضيقة التي تكفي بالكاد لدخول الجنازة حاملة الأمانة لمثواها الأخير.
الموت هذا المخلوق الموجود بيننا يتوارى ويظهر مباغتا أحيانا ومقدما لنفسه أحيانا أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق الله العظيم. الموت هنا مع الجبل يتحول إلى قصة بملامح أسطورية ساهم العامة في جعلها تحيا حتى لحظتنا هذه. الشارع معلوم الاسم وإن بهتت كتابته على الجدران، شارع الست سلمى. أما سلمى نفسها يحفون عن صعودها للجبل، ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الصعود إلى الجبل، ولا نعرف على وجه اليقين لماذا كان صعودها. ولكنها صعدت وقام الجبل بمهمة أوكلت إليه. ينطبق الجبل على الجسد وتسيل دماء الست سلمى على الصخور، تأخذ طريقا مرسوما لها لترتوي بذور شجرة نبتت أسفل المكان. كم يكفي من الزمن لكي تزول آثار الدماء من على صخور الجبل، لتزول معها قصة الست سلمى، ولا يبقى سوى الشجرة العجوز لتنسج حولها قصصا أخرى.